اكيد. لما يقول عايد تغير، بقول لك الواقع عشان كل يعرف. لما الاداره تقول نبغى نسجنه سنه وغرامه 500,000 على تغريده ما تسوى شيء، لما هذا الشخص يتمنى لك السوء ويتمنى دقيقة أنا لا لازم الواحد يعرف، لازم الواحد يعرف هذا الشيء. أنا ماني ضد النصر، أنا ضد تغريدة لفقوها وسووبها. حتى لما جاء القرار بالاعتذار طالبوا لا نبي سجن سنة وغرامة 500,000. فكيف ترضى أنت أن تكون مع هذه الإدارة؟ أنا مع الكيان، ولكن طريقة الإدارة في أنهم يضرون بي سجن سنة ويرجعون وسجن سنة وغرامة 500,000. الحمد لله انتهت بالاعتذار. والمشكلة زميلك محامي هو من رفع ضدك ويتصل عليك، ها وش سويت؟ كيف؟ زميلك مع الجروب حق مع الجروب حق اللجنة القانونية. زميلي أنا ولا تقصد؟ زميلنا إعلامي. أيوة، إيش فيه؟ هو من يتصل عليه كل شوي، ها وش سويت وش فعلت؟ طيب طلع في الأخير هو معاهم مع اللجنة القانونية، هو اللي دق عليك، خايف عليك يعني إنه. لا مو بخايف علي. انت كاتب الشكوى، انت اللي كاتب الشكوى، خايف علي فيش؟ ما معلش بس المشاهد ما فهمت. شوف في امور ترى لما يشوفون الان زميل لك لحظه في امور لما يشوفون عايد، لما يشوفون عايد اني انا ماني ضد، انا احب الكيان واتمنى لك الخير، ما في شك، تمام. لكن الصدمه الكبيره ابو تركي لما يتصل عليك واحد وزميل لك ومحامي، ها وش سوي؟ كل ما اطلع بعد التحقيق اتصل، سبحان الله صدفه. ما يصير يسوون بكذا انت يعني بعد هذا العمر وكل شيء. في الاخير اكتشف انه من اللجنه القانونيه ويتصل علي وش بشوف وش بقول بالجلسه الثانيه. اقسم بالله شفت انه هو اللي رافع هو من الناس اللي معاهم موجودين، ويتصل علي ويقول ابو سلطان ايش بتسوي ذا الحين؟ طيب قل لي عشان لا. قلت انا ما بسوي، وكلت محامي، قلت انا ما اوكل محامي، انا حامي عن نفسي، اذا انا غلطان استاهل. فلما رأت اللجنه ان هذه التغريده لا تستحق الا اعتذار، تمام، ويطالبون بسجن عايد سنة وغرامة 500,000، تمام، ويجي بعد انه القرار هذا انه اعتذار يطالبون لا، يستأنفون انه هذا ما يصير. طيب لذلك ابو تركي انا مع الكيان واحب الكيان، لكن انا ضد من يريد لي السوء. اكيد تمام. رغم انهم يعني كانوا عارفين انه عايد بعد هذه التغريده ما حد رفع السماعه وقال غلطان ولا شيء واشيله. انا ما يهمني الاداره، يهمني هذا الشخص. مع الاسف الزميل اللي يتصل علي كل شوي قلت يطمن اثر انها بتسوي وش بتسوي. طيب ترفع لهم، حقول له على نيتي وتقول له وهو يبغى ياخذ الاخبار منك عشان والله العظيم زي ما اقول لك يا ابو تركي، اقسم بجلال الله، وهذه الصدمه الكبيره.